طبعا محدش صدقها في الأول، وقالوا دي أحلام عيال. لكن يوم من الأيام الأب كان راجع متأخر من شغله، ولما دخل البيت شاف نفس الست العجوزة اللي بنته كانت بتتكلم عنها. حاول يكلمها بس اختفت قدام عينه. من ساعتها قرر يروح لشيخ يسأله. الشيخ قال له إن البيت ده كان فيه ست عجوزة عاشت لوحدها ومحدش يعرف عنها حاجة، وماتت من زمان وهي لوحدها في البيت، ومحدش عرف بيموتها غير بعد أيام. العيلة قررت تعمل صدقة وتقرأ القرآن في البيت، وفعلا بعد كده الأحداث الغريبة خفت شوية شوية لحد ما اختفت خالص. بس لحد النهاردة محدش بيحب يقعد في البيت ده لوحده. الحكاية دي بتفكرنا إن في حاجات كتير في الدنيا مش قادرين نفسرها، وإن أحسن حاجة نعملها إننا نحافظ على الأذكار ونقرأ القرآن. لو عجبتكم القصة دي متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تشاركوا معانا في الكومنتات لو حصلت معاكم حاجة غريبة زي كده. شكرا إنكم سمعتوني، وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.